السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل فيديو الفطير المشلتت الشرقي اللي محشي باللحمة المفرومة. فطير سهل جدا، هتعمليه من غير عجن، من غير فرد، من غير اي حاجة. زي ما انت شايفة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا زي ما انتوا شايفين مورق ازاي، جميل جدا، مقرمش من بره القرمشة الحلوة، وطريق ولذيذ جدا، طريق مزبت زي ما انت شايفة من جوه. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونقول احنا عملنا ازاي الوصفة. ان شاء الله لو عندك لفة من الجلاش في التلاجة باقية من العيد هقولك تعمليه ازاي. لو انت يعني مستعجلة وما عندكيش، مش يعني ملكيش مزاج ان انت تخبزي، وعندك اللفة من الجلاش هتعمليه في 5 دقايق. ان شاء الله هيعجبك وهينول رضاكي، وسهل جدا هتعمليه في مسافة 5 دقايق هيطلع معاكي جلاش، قصدي فطيرة شرقية جميلة ومحشية كمان وباللحمة المفرومة، وهتبقى طعمة ولذيذة وهتعجب ولادك قوي وتشرفك قدام ضيوفك وقدام ولادك. بس انتي اول حاجة، يعني لو انت اول مرة تتفرجي على قناتي، ما تنسينيش في اعمال اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. اول حاجة انا جبت يعني ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة. ضفت عليها بصلاية كبيرة، بشرتها، يعني قطعتها يعني تقطيع كده صغير خالص. وبعدين شوحت اللحمة الأول بسمنة، وبعدين ضفت عليها البصل والبهارات، أي بهارات انت بتحبيها، فلفل أسمر وملح وشوية صغيرة من القرفة وفلفل أخضر ومعلقة طماطم أو معلقة صلصة، وشوحتها وبعدين ركنتها على جنب. وبعدين جبت معايا بولة، حطيت فيها نص كوباية من اللبن ومعلقتين كبار من السمنة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. دوبتهم كويس قوي عشان ديت اللي انا هورق بيها الفطيرة بتاعتي او الجلاش، يعني الجلاش الفطير. طريقة بسم الله ما شاء الله سهلة جدا، هتعمليها في مسافة 5 دقايق، يعني مش هتغيبي ولا يعني هتشيلي هم ان انت لسه هتعجني وتفردي وتريحي العجينة ولا حاجة. دي سهلة جدا، ودي باقية مثلا من عندك من العيد، ويعني نفسك تغيري وولادك نفسهم في فطير ويعني ملكيش مزاج مثلا او مكسلة ان انت تعجني وتخبزي. دي طبعا طريقة سهلة جدا. يعني كل ورقتين يعني هتفرديهم يعني تمشي بالفرشة على كل الورق كده. يعني فايدة السمنة والبيكنج باودر واللبن بيخلوا الجلاش معايا بيورق وبينفش، وما بتحتاجيش ان انت تحطي ولا لبن تاني على الوش، ولا بيض ولا الكلام دوت. وبيبقى بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو مورق ويعني متحمر تحمير حلو. عندي شوية جبنة تركي هحطهم برضو مع الخلطة اللي انا حطيتها. كده انا فردت تقريبا 8 ورقات. يعني انا هعمل اللفة كلها، نصها
هقسمهم على نصين، نص تحت ونص فوق. وطبعا لازم ادهن وش الجلاش كويس قوي عشان كله يورق معايا ويبقى يعني ايه طري كده ولذيذ، ميبقاش مقرمش، وكمان في نفس الوقت يستوي معاكي سوى جيد. فزي ما انت شايفة انا خلاص حطيت الخلطة، وببدأ برضو ادهن الورق اللي هيتحط على الوش تاني، بدهنه كويس قوي بالسمنة والخلطة بتاعت التوريق. لو ورقة اتقطعت منك مفيش مشكلة، برضو هتتداوى وانت هتشوفي يعني القطعة تبقى بقطعتها ومورقة ما شاء الله، مقرمشة من بره شوية، مش مقرمشة جامد يعني، وطرية جدا من جوه وطعمها لذيذ. وعملنا فطيرة شرقي بمسافة 5 دقايق ما غبناش. طبعا الفرن بيبقى على اعلى حاجة في يعني في الرف الوسطاني. بتولعيه طبعا قبليه وانت بتعملي الجلاشة معاكي الفطيرة، بتولعيه عشان يسخن، وبعد كده بتبدأي بقى تعملي الفطيرة. وبعد كده يعني هو ما بيطولش في الفرن طالما الفرن سخن معاكي، بياخد يعني تحمير من الجناب، وبعد كده بتولعي الشواية عليه. خلطة التوريق الفضلة بسقسقها على الوش، هي مش محتاجة بس يعني بدل ما ارميها بسقسقها على الوش كده عشان تبقى ايه برضو كل ما يعني ما احط خلطة التوريق بتنفش معايا وتورق معايا الفطيرة بتاعتي. زي انا كده يعني طلعتها، وبعد كده هقلبها. ده الوش بتاع الجبنة، هقلبها لكم عشان تشوفوا برضو يعني متحمرة زي ما انتوا شايفين. هقلبها كده، حطيت لها ورقة فايل، وبعدين قلبتها على الوش التاني. الوش ده الوش اللي كان في الارض الصينية، في قاع الصينية يعني، عشان تشوفوا التسوية ما شاء الله مورقة. يعني بسم الله ما شاء الله تبارك الله، القطعة بقطعتها، مفيش حاجة يعني لازقة في الصينية. القطعة ما شاء الله متماسكة مورقة طرية، ما يعني ما تعبناش. مسافة 5 دقايق حشيناها وعملناها، ولا عجن ولا فرد ولا الكلام ده خالص. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عملت لي فطيرة يعني كفة عيلة كاملة يعني، يعني مكونة من 6 أفراد. بسم الله ما شاء الله. أنا بوريكي إن هي مقرمشة القرمشة الحلوة دي، وطرية ويعني لذيذة، طرية وجميلة كده يعني، مش مكتومة، هشة مورقة. ويعني زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبارك الله، يعني لذيذة جدا وما غابتش معانا. بص التوريق يعني بسم الله ما شاء الله، الحشوة كمان متماسكة، لذيذة جدا. جربيها ان شاء الله، يا ريت تجربيها مش هتندمي. والسلام.